السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك يا بيراميدزاوية إلى نهائي دوري أبطال إفريقي، البطولة الأعظم في القارة والأقوى واللي بصددها لو كسبناها إن شاء الله نروح كأس العالم للأندية، هنلعب مع ريال مدريد والأندية الكبيرة. مش مهم نخسر بس اسمها رحنا قدام أندية عملاقة زي ريال مدريد زي تشيلسي زي مانشستر سيتي، هنروح نقارع الكبار في رحلة. خلينا نقول ان هي رحلة بس هنروح برضو ونأدي اداء قوي جدا. الحمد لله. مباراة كانت كويسة جدا جدا. صن داونز لعبوا والاهلي كمان، الاهلي اللي نزل بشخصية فجأة كده مودرن سبورت وبيدافع قدام صن داونز قدام 80,000 متفرج من جماهيره، يبان الاهلي بخمسة دفاع ومتواضع قدام صن داونز ويخطف هدف ويرجع يغير كله، يسحب امام عاشور التغييرات وينزل بالتكبيس الدفاعي عشان صن داونز يرد وتجيب الهدف في النادي الاهلي ويقول له باي باي يا اهلي انت وجماهيرك. 80,000 متفرج يطلع زعلان عشان التشكيلة الدفاعية. عشان الناحية الثانية الزعيم بيراميدز اللي نازل بتشكيلة هجومية بحتة يتقبل هدف ويقولوا خلاص بيراميدز كده مع السلامة، وبعد كده يتعادل وبعد كده يتقبل هدف يقولوا كده القاضي البيراميدز، بعد كده بيراميدز يرد بهدفيا ويكسب ايراندو. ايراندو الاقوى من صن داونز باضعاف، ايراندو اللي هزم الاهلي ودقق الحته دي عشان الاهلاويه يقول لك لا مش اقوى لا اقوى، وهزم الاهلي تعادل معه الاهلي في ارضه وجا هزمه في ارضه. ده دليل انه ده فريق قوي اقوى من صن داونز، في الالتحامات البدنيه اقوى من صن داونز، انما فنيا ضعيف وصن داونز فنيا ضعيف. عشان تبدا المباراه حاطط لي احمد الشناوي حارس ثقيل، حارس ثقيل. انت شايف حجم احمد الشناوي قد، وشايف رد فعله بطيء. الحارس رد فعل، الحارس وزن، الحارس لازم يكون خفيف، رد فعله يكون سريع. احمد يعني لك تخيل شوف اكرامي رد فعله اسرع من احمد الشناوي، اسرع لانه اخاف. الحارس رد فعل بياخذ القرار سريع، انما احمد الشناوي بطيء. احمد الشناوي في حراسة المرمى، احمد سامي باك مدافع مكان الشيبي، محمود مرعي قلب مدافع، كريم حافظ باك مدافع عشان يبقى بيلعب قلب مدافع واحد. هتقول لي ازاي نلعب قلب مدافع واحد؟ اقول لك هو عامل حساب كل حاجه. خط الوسط هتلاقي على طول قدام احمد سامي اللي هو باك، هتلاقي على طول الشيبي في خط الوسط عشان يبقى واخد حريه كامله، يطلع زي ما يعوز يعرض زي ما يعوز، ما فيش يرجعش ويتعب شيء من المساحات اللي وراه اللي بيسيبها الشيبي، فيبقى مغطي فيها احمد سامي بدوره. احمد سامي هيبقى مغطي فيه. كمان جنب الشيبي في خط الوسط ليش مهند لاشين اللي كان دوره انه يرجع يساند مع محمود مرعي، ان في حاله الكره ما تتقطع انت لازم ترجع تبقى قلب مدافع ثاني مع محمود مرعي، عشان يبقى مهند لاشين قلب مدافع او محمود مرعي عشان نسكر الملعب خالص عليهم عشان ما يعرفوش يوصلوا علي. بلاتي توري جنب مهند لاشين في خط الوسط عشان يقدم مباراه قويه جدا. احسن لاعب تحت ضغط يستلم الكوره. بلاتي توري ما بخافش ما بيتهزش ما بيبصيش ببصات غريبه، الا احيانا فين لما يبقى الضغط عليه بزياده. كمان حط محمد حمدي جنب بلاتي توريه باك في خط الوسط، الاطرف بتاع خلاه على اطرف خط الوسط عشان برضه يستغل انه هو كريم حافظ ورا بطيء مش هيرجع، خلاص خليه كريم حافظ ثابت وتفضل انت محمد حمدي انطلق هجوميا. محمد حمدي اللي بيقدم ضحك، محمد حمدي بيقدم ما بيطلعش، لا ده انا قاعد انا وكريم حافظ بندافع مع بعض. فرحة امك بيك هتدافع لي انت وكريم حافظ؟ طب انا كريم حافظ حاططك لانه بطيء بسبب ورا في مكانك، فانا عايزك انت تتقدم تضرب يا الخطوط عشان اديك كرة عشان تعرض الفيست اللي ما فيش الكلام دي. ده عارف عامل ايه؟ محمد حمدي نايم ورا، بيجي كريم حافظ ومحمد حمدي في نفس المكان وماتت الجبهة دي خالص، انتهت. يا محمد حمدي لا نافع دفاعيا، والله ما نافع دفاعيا ولا هجوميا، عشان كريم حافظ لما يتخنق منه هو ثابت كريم حافظ، لا خلاص كريم حافظ يسيب مكانه ويروح ياخذ مكانه هو مكان محمد حمدي قدام. انت شايف العتاء؟ محمد حمدي يعمل ايه؟ يجيه كوره بدل ما يرجعها يطلعها ركنيه ويطلعها برا او بسوي يشتت اي حاجه، يروح معرضها يقلبها كده في نص الجون الثاني، يروح واخدها لاعب ايراندو وبتسديدها على طول على الطاير يجيب الهدف فيا اول. عشان محمد حمدي يعمل لي كده في الاخر. فرحة امك بيك يا لاعب يا عري.
يدون المستوى بتاع منتخب مصر. ما ياخدوك ليه؟ ما هم مجموعة فشلة في المنتخب، بياخدوك عشان انت فاشل زيهم. قسم بالله لاعب فاشل. الهدف الاول خطأ محمد حمدي اللي هو وقع عليه بخسارة فنية. المدرب عبقري، عامل خطة ممتازة. انا هدي مساحات للشيبي ومساحات لمحمد حمدي وفي السميلي ومصطفى فتحي 2 صراع هجمات مرتدة. لو في حالة لما تقطع منه الكرة انا بهاجم كده كده، انا لما تقطع منه الكرة انا لو قدرت اقطعها بسرعة، لو ضغط عليه ايراندو في مناطق وقطعت الكرة فانا كده دمرته خالص. انا عندي مصطفى فتحي في السميلي، محمد حمدي، المفروض يعني الشيبي دول هيطلعوا بهجمه مرتده سريعه. لكن محمد حمدي كان يعمل ايه؟ ياخذ الكره يا اختي كتموت يا محمد يا حمدي، يعمل ايه؟ يروح مرجعها ثاني لبلاتي توريه. طب بلاتي توريه مضغوط طبعا، يروح يبص على مين؟ بلاتي توريه. ليش اللي ياخذ الكره وبياخذها كده؟ ليش تجيه كده ياخذها يعمل كده، يجي يلاعب ايراندو من وراه ياخذ الكره ويمشي. تعبيطه ما انا دلاشين. انت مش بتبص حواليك حبيبي؟ انت استلمت الكرة لازم تبقى عارف مين حواليك يا بابا، لازم تديها بصك. ده يعني ده هلك فيه كورة، لازم تبص كده حواليك تكشف المنطقة. ولا انت تايه ولا ايه؟ مهند لاشين اللي بيقدم لك مستوى لاعب في قطاع الناشئين، اللي بيقول لك والله احنا بنحاول. هو ليش دي احنا بنحاول والله بنحاول نقاتل على كل بطولة. بتقاتل عليها، قاتل عليها ليش؟ استرجل يا بابا، استرجل برا بتقاتل. ده مستواك مستوى عيال صغيره في قطاع الناشئين. مهند لاشين يا جماعه اللي ما بيسمعش كلام المدرب خالص، ما بيرجعش يدافع عشان يبقى محمود مرعي وحده. محمود مرعي، محمد سامي واخد مكان تاني. فعمك ليش ما يدافعش؟ يسيب الملعب كده عشان تيجي كوره يقطعها محمود مرعي. يعني ادوبه لحق كانت رايحه اسيست اللاعب ايراندو، قطعها محمود مرعي، تيجي اللاعب اللي اسمه كوتيكي عشان تيجي له الكوره يستلم الكوره ويمشي خطوه في الثاني في الثالثه ويرجع ويسدد. وليش فيها؟ ليش كتفه بكتفه؟ ينعل الميتين اللي جابك يا مهند لاشين عشان الاداء المخزي دي. يا معيش شغله ثانيه، اداء مخزي. يعني ايه يا مهند لاشين يسدد اللاعب من جنبك؟ تعال كلمني، يعني ايه يسدد من جنبك اللاعب؟ انا عايز افهمها ازاي اللاعب سدد من جنبك؟ قولوا لي. لو مديت رجلك كان قطعتها، لو حتى لو زحلقت يا اخي كان قطعتها. لا، مهند لاشين عمل لك ده، سدد اللاعب من اللاعب. في مستقبلك في النادي يا راجل، يا راجل استرجل يا راجل انا اسدد عليه كوره زي دي انا اسدد عليه. يلي المفروض انت لاعب. بنقول مهند لاشين افضل لاعب وبندعمك طول الوقت وبنقول شوف مهند لاشين لما جتنا قلنا كديه وشوف انما تجيني في اخر امتار وتفشل زيهم. انعل سلسفين اللي جابك، لان انا دلوقتي في الخطوات الاخيره. انا دلوقتي بين قوسين او ادنى ان انا اخذ البطوله بالمستوى دي على الميتين اللي جابك. لاعب متخلف، لاعب اداني يا رجل مستوى يجيب العار. يا راجل يلعب قدامين بمستوى خارق ويجي في دوري ابطال افريقي يلعب مستوى الضحك. حبيبي دي دوري ابطال افريقي، البطوله الاهم في القاره. انتم مجانين ولا تعبانه مهند لاشين؟ اللاعب ما يأديش هني في دوري ابطال افريقيا يروح يقعد جنب امه في البيت، يجيش معاني يغرف 60 داهي. ما انا جايبك ليه مهند لاشين؟ جايبك عشان تأدي لي المستوى دي. تضغطش عليه ازاي ما تضغطش؟ المستوى ده نقبله في الدوري، انما اقبله في دوري ابطال افريقيا لا اقبلهوش يا مهند لاشين. لا تبقى راجل وتلعب برجوله تغرف داهي، تفرقش معانا. خلي بالك احنا ضيعنا هتبقى انت عبد الله السعيد. اوعى تفكر يعني انت ولا عبد الله السعيد، عتاوله غيرك مشت تلعب برجوله تغرف داهي يا باشا. انا رايح نهائي دوري ابطال افريقيا ماكس علقه نهائي. ذكر لا الواحد دقنه قدي وشنبه قدامه ما عايش يسترجل في الملعب، ما ضغطش. فده كان مهند لاشين مستواه يجيب العار على طول. بلاتي توريه اللي عم مباراة قوية، اللي بيستلم الكرة بالخطوط وبيوزع. بلاتي توريه نديله تعظيم سلام، راجل يا بلاتي يا توريه. انما جنبه محمد حمدي يعمل ايه؟ بلاتي توريه ما جنبه محمد حمدي عاجز ابن 200 كلب، عاجز مش بيعمل حاجة. يعمل ايه يا رجل؟ ولا عرضية. انت عمرك شفت لاعب باك ما يعرضش عرضية واحدة؟
ويوم ما يعرض، شفت عرضية محمد حمدي حضرتها؟ محمد حمدي مستواه زي الزفت إدارة. محمد حمدي من بداية الموسم بيقول لك أنا مخلص كورة. محمد حمدي يتساب عادي جدا، ما يتبكيش عليه، ما يتجددش معاه عادي جدا. ولا اسيست، ولا اسيست يا محمد يا حمدي، ولا رفعة زيني، ولا عرضية توحد ربنا الفيستو ميلي. ليه؟ كسر عيننا، لا دفاع ولا عرضية ولا أي حاجة، ما فيش غير يديك الكرة تبصي لورا. ورا ده تروح تبص ببيتكم ورا. لاعب يا رجل، لاعب يعني حاجه تجيب العار يا رجل. انا بلعب نهائي دوري ابطال، رايح دوري ابطال افريقيا، نهائي دوري ابطال افريقيا، لازم ادي 100%، لازم قلبي يبقى جامد. محمد حمدي بيعمل كده في الملعب يا رجال، وقفش على رجليه. عارف بيفكرني بمين؟ بلاعب كان معانا في نهائي الكونفدراليه برضه كان يعمل كده، يقدقها، وخسرنا النهائي بسبب العار اللاعب دي. فهتيجي دلوقتي تسترجل وتوقف وقفة رجالي، اللي مش راجل يقول للمدرب انا مش راجل، ويقعد على الدكه زي الولي، ما يلعبش اساسي. كل اللي بيلعبوا اساسي دول. وليد كارتي انت بتديني النهارده نص مستواك، نص مستواك مين يا بابا؟ انا عايز مستواك كامل، عايز اسيستات. وليد كارتي انت لاعب معايا نص مباراه الدوري ما عملتش اسيست، ما مسجلش غيرهم هدف او اثنين، وانت لاعب اجنبي. لاعب اجنبي المفروض نص الفرص زي تكون انت مسجل. يعني انا استحملك موسم، استحملك اثنين، انما استحملكش 3 مواسم صفر، لا تسجيل ولا اسيستات ولا اي حاجه، استحملش. قول لي وليد الكارتي انت ملعبك المدرب دلوقتي قدامهم، مخلي مصطفى فتحي وفيستو ميلي وراهم على طول، وليد الكارتي وراهم الاربعه خط الوسط والثلاثه المدافعين وحارس المرمى. ليه حطك؟ عشان تاخد الكره وتصنع. صنعت ايه؟ سقطت بين الدفاعات، 2 قلوب دفاع ايرندو كده يا رجالي، بينهم فدان. تعمل كوره وسطاني يا اخي، اضرب. ده حارس المرمى بتاعهم تعبان وبيطلع غلط وعنده مشاكل كبيره حارس المرمى. لكن لا، خد يا حمدي خد يا بلاتي اللي كفر من محمد حمدي ومن اعماله، اللي بيجي يوزع الكره كلها لمحمد الشيبي، نص كوره بقت لمحمد الشيبي، وساب محمد حمدي خالص العطلان. عشان يجي المدرب بعد كده، بعد ما يسجل فينا الهدف الثاني، يجي المدرب يعمل حركه ولا اروع ولا اجمل، لانه شاف نقاط ضعف بيراميدز، يسحب ليش يقول له تعالى يا ليش تعالى مهند لاشين على ذكر، يسحبه ويطلعه ويرميه على الدكه بمستوى العار، يترمي على الدكه عشان بعد ده يبدا يفوقني. صديق جولي ينزل، صديق جولي ويطلع مهند ليش ويرجع أحمد سامي مكانه. أحمد سامي يرجع مكانه قلب مدافع، هو محمود مرعي يرجع الشيبي مكانه، وكل واحد يرجع مكانه، ويبقى كريم حافظ زي المعتمد عليه. طبعا لما سحبوا ونزل صديق جولي، خد على طول مكان محمد حمدي اللي كنا نحكوا عليه، اللي كانش حتى يتقدم ولا يتقندر على راس اللي جابه، فطلع فخد مكانه صديق جولي. صديق جولي اللي كان فعال جدا. صديق جولي احسن لاعب يدي باص يا راجل في الهجمه المرتده. صديق جولي باص واحد بيطلع في السميلي على طول، الدنيا سهله. انما انا معايا لاعب اسمه محمد حمدي ابن 200 كلب، عايز يترمي على الدكه، ما يشماش تاني. المفروض يبقى ثالث محمد حمدي، ثالث لاعب على طول، ما يبقاش الثاني، ما يلعبش اساسي لان مستواه يجيب العار. فدلو كان عندي صديق جولة حل لي مشاكل كثير. سحب كريم حافظ ونزل لي مين؟ رمضان صبحي. تعظيم سلام يا مدرب. ليه تعظيم سلام؟ كريم حافظ كده بطيء، كده بطيء كريم حافظ. ورجع محمد حمدي قال له ارجع يا عار، ارجع مكانك يا اللي منافع قدام وانا ورا، خليك مكانك يا بابا. ورجعه ورا. بقيت العب برمضان صبحي جنبه صديق أجولي كجناح، في خط الوسط وليد الكارتي، وسحب بلاتي توري ونزل مروان حمدي. بقيت العب برمضان صبحي ووليد الكارتي، وطير الاجنحي، ورجع مصطفى فتحي مكانه، ولعب بالتشكيله بتاعتي العاديه. اكتسحته من انه وقع ايرندو، بدني وقع، ما قديش قادر. كوره عرضيه من الشيبي رمضان صبحي بالراس، دمرهم خالص، قضى على احلامهم خالص عشان يبقى التعادل. يجي فيستو ميلي الخارق اللي الناس ما تقول يمشي فيستو ميلي ويرجع فخري مين؟ فخري لكاي ده بتاع مناطق مقفوله، فخري لكاي بتاع مباريات دوري،
ناس مأمنة دفاعين ونايم ما ورا، فخلك يحل لك المشاكل دي. انما فيستون مايلي ده خارق يا بابا، ده في الهجمة المرتدة بسم الله ما شاء الله، ده اخر 9 مباريات مسجل 8 اهداف في دوري ابطال افريقيا وعامل اسيستيه. تيجي انت تقول لي يمشي مين اللي يمشي؟ فيستون مايلي اللي جايب لي 7 اهداف ولا 8 اهداف في الدوري وعامل لي اسيستين، وفي الكاس لاعب مباراه جايب هدف وعامل اسيست. تيجي تقول لي عفش مين وعايزه يمشي مين؟ انت لو تحكي على فيستون مايلي وتقول عفش يمشي يبقى تزعلش مين؟ انت بتفهمش في الكوره، ما بتفهمش. انا اللي جاب لي كاس مصر فيستون مايلي، انا وصلت نهائي الكونفدراليه، وصلت 3 نهائيات خدتيه فيهم ولا حاجه، لاني مهاجمين كانت عري بكل بساطه. ناصر منسوسي ومش عارف مين، دي مهاجمين عري. انا فيستون مايلي بيخلص من نص فرصه. فيستون مايلي هو اللي اهلني. فيستون مايلي لو اتشالت اهدافه من دوري ابطال افريقيا انا طالع برا، لان ابراهيم عادل لوحده مش هيقدر يوصلك. ابراهيم فيستون مايلي يفوزك في اكثر مباراه مهمه كنت محتاجها انت. فانت لازم تعرف انه فيستون مايلي ده قيمي، مش فيستون مايلي ده لاعب هنا. فيستون مايلي بيحرق نفسه في الملعب، المفروض انت تقول له شكرا وتدعمه نفسيا، مش انت تقول له يمشي مين؟ ده وسام ابو علي مع الاهلي ما جابش هدف لحد دلوقتي في الدوري ولا في اي بطوله، هدف واحد، وبيدعموه نفسيا. بلاش العتا، بلاش كل واحد قاعد يحكي بمزاجه وبس. بص على ارقام اللاعب، ارقام اللاعب مش حبا، مش شكله وحش. ما تجيش كده يا بابا، ما تجيش كده، تبقاش عنصري. مركز في حاجه واحده، ارقام اللاعب. طب وليد الكرتي يا باشا اللي انت ما تكلمش عنه، مش محد يتذكر اسمه خالص. طب وليد الكرتي عامل ايه في الموسم دي؟ ولا حاجه، لا في اسيستات ولا في اهداف، صفر، زي لاعب في الدوري المصري اللي انا بديه $1,000,000. ما حكيش ليه على دي، راح يحكي على واحد هو هداف الفريق، ما يحكي عليه وعايز يمشيه، ومش بيحكي على وليد الكرتي اللي زيرو خالص. فاللي يفهم كوره هو اللي يحكي يا جماعه، اللي ما يفهم شيء يتعلم. مش ما قلناش حاجه، يتعلم، بس انه يحكي ده يمشي وده يمشي ويعمل منشورات وهبل. الحمد لله ادينا مباراه قويه. مهند لاشين لازم يراجع نفسه، محمد حمدي لازم يراجع نفسه. احنا عايزين لعيبه رجالي، فيش لعيبه رجالي وقادر كان. كمان انا عندي تعليق، انا شفت تغيير علي جابر على محمود مرعي لو اتصاب تبقى كارثه من ضمن الكوارث، تبقى كارثه. علي جابر مش هيسد، ده اللي بقولها من دلوقتي. فاذا كان اتصاب محمود مرعي وهيطول قبل الرجوع، جهز لي اسامه جلال مع احمد سامي، لاني انا حضرتك هلعب بالسرعات. صن داونز احتمال يدافع قدامي ويلعبني على السرعات. علي جابر مش هيسد في السرعات، عشان نكون على ميه بيضاء. علي جابر مش هيسد في السرعات، هتلعب علي جابر في السرعات هندعكوا، هيجي في هدف واثنين وثلاثه، لانه بطيء ولاعب كبير في العمر مش هيقدر يغطي المساحات دي لما نضغط. فانا جهز لي اسامه جلال واحمد سامي باي طريقه. اذا كان محمود مرعي مش هيقدر يكمل، كمل محمود مرعي، يبقى بارك الله فيه. انما كمل شيء وكانت اصابته قويه، خلاص يا عمي اديني اسامه جلال واحمد سامي وخليهم يلعبوا في التمرين مع بعض ومرنهم اكثر، وديهم خليهم يشد حيلهم. انا محتاجهم، انا عايز لعيبه سرعات قدام صن داونز، معيش لعيبه هناك، معيش لعيبه قويه، بس في الرأسيات وزيرو خالص، وابقى مدعو. فاتمنى الاخطاء دي تتعالج. احمد الشناوي يراجع نفسه، يراجع وزنه. مدرب حراس المرمى يراجع وزن احمد الشناوي اللي بسم الله هي دي حارس مرمى دي، ما على بال ما يعمل كده تكون جا فينا 30 هدف. فاسترجلوا ويلعبوا برجولي، مبروك. وبحييكم كل لاعب في الملعب، انا بحييه وبقول لكم انتم رجاله لانكم ما استسلمتوش، لان في لاعيبه ما ادتش، بس في لاعيبه كانت رجاله. مصطفى فتحي كان راجل وذكر، تحيه ليك. فيستون مايلي كان راجل وذكر وما استسلمش، تحيه ليك. بلاتي توري كان راجل، محمود مرعي راجل، واحمد سامي راجل. اللعيبه دي كلها رجاله. الشيبي راجل، انا كتبت بالناس داي. الناس الثانيه ديك هاي الناس كلها لاش عازي. وليد الكرتي برضه راجل، نص مستواه بس راجل، كان متحرك في الملعب. انما الباقي ده كله اللي ما ذكرتلكش اسمه ده لاعب تعبان، لعيبه تعباني، مستويات تعباني. اللعيبه دي تراجع نفسي. الحمد لله على التاهل. انا مبسوط يا جماعه، ما تاخدوش علي بقى انا بحكي لكم فني وبتعصب، لان في حاجات كان ممكن تطلعنا خالص. الحاجات دي ما ينفعش تحصل، الحاجات دي بتاعت ناس هاويه لسه بتبدع. احنا فريق كبير الحمد لله. بشكر الجميع،
بشيد برضو بهاني سعيد اللي المدرب قال لهاني سعيد انت ما تنفعش تقعد معايا على الدكه، وتقبل رايه. بشيد بيك وبقول لك انت كابتن كبير يا هاني سعيد، وبدات نغير نظرتنا فيك وبدانا نشوف قلبك على النادي. احنا بنحب اي حد قلبه على النادي، اي حد مش قلبه على النادي احنا ما يلزمناش. والرئيس النادي ممدوح عيد تحية خاصة ليك، كنت راجل قد المسؤولية، عملت اللي تقدر عليه. احنا بنحييك وبنشكرك. ان شاء الله في حلقة جاية ان شاء الله نتكلم عن صن داونز ويا المطلوب قدام صن داونز. الف الف مبروك وافرحوا وسيبكم من كل حاجة تنكد عليكم. تحية خاصة ليكم الجماهير بيراميدز كلهم، وشكرا على دعمكم لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.